العروسة اللي رجعت من الجحيم. في بنت اسمها يمنى كانت شغالة مصممة فساتين أفراح في محل قديم في وسط البلد. وفي يوم دخلت ست غريبة جدا، باين عليها إنها مش من الزمن ده. هدومها قديمة، مكياجها باين عليه إن هو من عشرات السنين. وقالت بصوت غريب: عايزة أرجع فستاني، بس لازم يتنضف قبل ما ألبسه تاني. اديتها فستان قديم جدا أبيض ومليان تراب، بس الغريب إنه كان عليه بقع دم سودا. يمنى أخدت الفستان وهي حاسة برعشة في إيديها، ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. في الليل وهي في المحل لوحدها سمعت صوت همس: أنا مستنياكي، اللي أخدتيه مش من حقك. الكاميرات سجلت لحظة مرعبة: فستان الفرح اتحرك لوحده ووقع على الأرض، وبعدها ظهر وراه خيال: واحدة ست عيونها صفرة وبتصرخ. تاني يوم لقوا المحل مقفول من جوه، ولما فتحوا ملقوش يمنى، بس لقوا فستان متعلق على الحيطة وتحت منه مكتوب بالدم: رجعت فستاني، بس لسه ناقص العروسة. ومن وقتها كل سنة في نفس اليوم الفستان بيتعلق لوحده، وبيظهر في الكاميرا وش الست اللي في الصورة دي، بتقرب كل مرة أكتر.